ايه هو اعلام الوراثة بالتفصيل وازاي تعمله بنفسك خطوة بخطوة؟ السلام عليكم، انا علي بدر وده برنامج المستشار. لو انت اول مرة بتشوف البرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. اعلام الوراثة هو مستند رسمي بيصدر من محكمة الأسرة ويثبت بمقتضاه وفاة احد الاشخاص وتحديد الورثة الشرعيين له، وكمان بيحدد نصيب كل وارث من الورثة، او بمعنى اخر هو تقسيم نظري للتركة. عشان نفهم اكتر هناخد مثال، والمثال ده هيفضل معانا طول الحلقة. المثال ده بيقول مثلا ان في شخص اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن ده له زوجته اللي هي مثلا اسمها نادية، وله ولد وبنت، ابنائه احمد وليلى. فهنا عبد الرحمن توفى فاحمد راح يعمل اعلام الوراثة بتاعه. طلع اعلام الوراثة بالشكل ده من محكمة الاسرة، بيقول: تحقق لدينا نحن فلان الفلاني رئيس المحكمة وفاة المرحوم عبد الرحمن بتاريخ كذا، وانحصار إرثه الشرعي في زوجته نادية وتستحق ثمن التركة، وأبنائه أحمد وليلى ويستحق باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. بس وبيسكت هنا إعلام الوراثة. إذا هنا إعلام الوراثة عمل إيه؟ قال إن عبد الرحمن توفى والورثة الشرعيين هو زوجته وأولاده، وحدد نصيب كل منهم. حدد نصيب الزوجة هتاخد الثمن من التركة بتاعته. اما ابنائه الولد والبنت كل واحد هتقسم عليهم باقي التركة للذكر مثل حظ الانثيين. يعني هنقسم باقي التركة على 3، الولد احمد هياخد جزئين وليلى هتاخد جزء واحد. ده هنا اعلام الوراثة. اعلام الوراثة بقى هنا ملوش دعوة عبد الرحمن ده بقى كان بيمتلك ايه. هل كان عنده رصيد في البنك؟ هل كان عنده عربية؟ هل كان عنده فيلا؟ هل كان عنده عمارة؟ كان عنده اللي عنده، وممكن يكون ما عندوش اي حاجة خالص وبرضه يتعمل له اعلام وراثة. اذا هنا اعلام الوراثة ملوش علاقة بالتركة نهائي. ملوش علاقة بالتركة، التركة اموالها ايه وعناصرها ايه. هو فقط بيحدد الورثة وبيقول كل وارث له نصيب قد كده من التركة. بس ايه هي التركة هو ملوش علاقة، وما بيثبتش فيه التركة او الاموال المتروكة. هو بس كل الاعلام الوراثة بيعمله بيقول ان فلان توفى وله ورثة، الورثة كل واحد، الورثة فلان وفلان وكل واحد نصيبه قد ايه. هو ده اعلام الوراثة. طيب كده بقى واضح اعلام الوراثة هو ايه. هو اللي بيحدد الورثة وبيحدد نصيب كل منهم. طيب فايدته ايه بقى اعلام الوراثة؟ انا ليه اعمل اعلام وراثة؟ شوف بقى هقول لك. لو خدنا برضو المثال اللي فات اللي هو عبد الرحمن، هنتخيل ان عبد الرحمن ده له حساب في البنك وتوفى. فهنا الورثة او ابنه او بنته او زوجته بيروحوا البنك عايزين نصرف الفلوس بتاعت ابونا مثلا، فيقول له لا هات اعلام وراثة الاول وتعالى. طيب هيجيب له اعلام وراثة. هنا البنك هياخد اعلام الوراثة ويقسم المبلغ. يعني مثلا لو في 80,000 في 80,000 جنيه رصيد في البنك، هيجي هنا يقول اعلام الوراثة بيقول ان نادية اللي هي الزوجة ليها الثمن، فهي نادية هنا ليها 10,000 جنيه. طيب الباقي 70,000 هيتقسم على 3، جزئين لأحمد وجزء الليلة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا البنك مش هيطلع جنيه واحد من الرصيد ده أو من الحساب ده إلا لما يبقى فيه إعلام وراثة. ليه؟ الشخص ده توفى خلاص، ما ينفعش التعامل على التركة بتاعته إلا من خلال الورثة الشرعيين فقط. إذا هنا إعلام الوراثة مع الورثة بيروحوا بإعلام الوراثة وكل واحد بياخد هنا نصيب. طيب حاجة كمان، لو عبد الرحمن ده مثلا عنده عربية والعربية هنا رخصتها انتهت باسمه وتوفى وبعد كده رخصتها انتهت، هيعمل ايه؟ وعايزين يجددوها في المرور، هيجددوها ازاي؟ روحوا هاتوا اعلام وراثة برضو. تمام، يبقى اعلام وراثة هنا والجميع بيوكل واحد. يعني مثلا الزوجة وال والبنت بتوكل مثلا الولد اللي هو نادية وليلى بيوكلوا احمد، واحمد بيتعامل في المرور هنا باسم مين؟ باسمهم جميعا، لان هم الورثة وهم اللي من حقهم، او ما ينفعش ان هو يبقى فيه تعامل الا من خلالهم كلهم، فكلهم بيوكلوا واحد فيهم وهو اللي بيتعامل فيها. دي حاجة كمان. يعني العربية هنا ما ينفعش التعامل عليها بأي شكل من الأشكال ولا حتى التجديد ولا الترخيص إلا باجتماع الورثة كلهم. طيب عشان يجتمعوا الورثة لازم الأول نحدد مين هم الورثة. إعلام الوراثة اللي بيعمل الكلام ده. طيب عايزين نقول مثال كمان أو أهمية كمان أو فايدة كمان لإعلام الوراثة، إن مثلا لو عبد الرحمن ده له شقة
والشقة باسمه، وبعد كده توفى والورثة عايزين يبيعوا. فهنا هيجي المشتري يقول والله طيب هو فين صاحب الشقة؟ صاحب الشقة توفى. طب مين اللي هيبيع؟ احنا الورثة اللي هنبيع. ايه اللي هيثبت ان انتوا الورثة بتوعه؟ ايه اللي هيثبت ان انتوا الورثة بتوع الراجل اللي مات اللي توفى ده؟ في اعلام وراثة والله طالع من المحكمة بيقول ان عبد الرحمن مات وساب زوجته ليها التمن، وساب الولد والبنت، وكل واحد للذكر مثل حظ الانثيين، باقي التركة للذكر مثل حظ الانثيين. اذا هنا اعلام الوراثة اللي بيثبت ان نادية وليلى واحمد هم ورثة عبد الرحمن ومفيش حد تاني. لازم هنا اعلام الوراثة. لو اتباع البيع مش هيبقى صحيح طبعا. لو هم باعوا من غير اعلام وراثة البيع هنا مش هيبقى صحيح، وهيبقى تسلسل الملكية ناقص، فهنا مش هيقدروا يبيعوا. كمان لو عبد الرحمن ده له معاش، التأمينات الاجتماعية هترفض انها تصرف مليم واحد لأي حد فيهم إلا من خلال إعلام الوراثة. برضو لازم يكون في إعلام وراثة عشان يقدر طبعا مع توافر طبعا شروط استحقاق المعاش الباقية، ان هم هيصرفوا مستحقين ولا مش مستحقين. لكن اول حاجه لازم يكون في اعلام وراثه. طيب في اعلام وراثه يبقى نصرف، مفيش اعلام وراثه يبقى روحوا اعملوا اعلام وراثه وتعالوا. بالمناسبه انا كان في فيديو على القناه عن استحقاق المعاش بالنسبه للارمله وللولد والبنت، هسيب لك اللينك بتاعه فوق تقدر تتفرج عليه لو انت محتاجه. كمان اي حاجه متعلقه بالشخص المتوفي، اي حاجه متعلقه بعبد الرحمن، سواء مثلا خط تليفون، عداد كهرباء، اي حاجه الورثه عايزين يتعاملوا عليها، مفيش جهه حكوميه هترضى انها تتعامل او هتقبل بالتعامل بناء على ان هم الورثه الا باعلام الوراثه. اذا هنا اعلام الوراثه هو اللي بيثبت صفه الورثه بالنسبه للموروث، بيثبت صفه الولاد دول او الجماعه دول بالنسبه للراجل اللي مات. وكمان بيحدد الأنصبة بتاعتهم، بيقول كل واحد ياخد قد إيه منها. بس فلو عنده حساب في البنك هيتقسم طبقا لإعلام الوراثة. طبقا لإعلام الوراثة هيتقسم على الناس الموجودة في إعلام الوراثة وطبقا لأنصبتهم الثابتة في إعلام الوراثة. كمان لو في مثلا حاجة عايزة تتباع، شقة، عربية عايزة تتباع، برضو اللي هيجي يشتري هيقول أنا عايز إعلام وراثة. أنا ما ايش ضمني إن هو يكون الورثة دول هم الورثة بتوعه. بس هنا برضو عبد الرحمن في نقطة ان هو لو والده او والدته عايشين فهنا هيدخلوا في الورث، لان مفيش حاجة بتحجبه، والوالد والوالدة ما بتحجبوش. لكن احنا في مثالنا ان هم متوفيين، الزوجة اللي موجودة والولد والبنت. لكن لو في الوالد او الوالدة عايشين هيخشوا في الميراث. فاللي هيجي يشتري يقول لي طب يعني انا مش عرفني يمكن له والدة او والد مثلا عايشين، او في ورثة غير دول. فين اعلام الوراثه؟ في اعلام الوراثه اهو، هو اللي بيحدد ان احنا الثلاثه بس احنا اللي وارثين، فاحنا الثلاثه بس اللي من حقنا ان احنا نبيع. كده احنا شرحنا اعلام الوراثه شرح وافي. عايزين بقى نعرف اعلام الوراثه بيتعمل ازاي. يعني لو انت بنفسك عايز تنزل تعمل اعلام الوراثه بنفسك في المحكمه، هقول لك دلوقتي تعمله ازاي بشرح تفصيلي. طيب اولا لازم نعرف المحكمه المختصه. اي محكمه اسره مختصه باصدار اعلام الوراثه. هنا محكمة الأسرة الاختصاص بينعقد للمحكمة اللي تابع لدايرتها عنوان أو محل إقامة المتوفي. آخر محل إقامة، آخر محل إقامة هنا بتكلم اللي هو اللي ثابت في الرقم القومي. يعني الرقم القومي بتاع المتوفي لو عنوانه في المنشية فهنا أسرة المنشية، محكمة أسرة المنشية. لو عنوانه في الرمل فهنا محكمة أسرة الرمل. لو عنوانه في المنتزه يبقى محكمة أسرة المنتزه. يبقى المحكمة المختصة هي المحكمة اللي تابع ليها محل إقامة المتوفي، اللي مكتوب في اللي ثابت في الرقم القومي بتاعه. طيب نيجي بقى للمستندات. دلوقتي مثلا هناخد برضو المثال بتاعنا ان هو في نادية الزوجة، وفي احمد وليلى الابن والبنت، وعبد الرحمن اللي توفى. فهنا احمد عايز يعمل اعلام وراثة لوالده عبد الرحمن، فهيعمل ايه؟ هيجيب اولا شهادة الوفاة، المستندات المطلوبة، شهادة الوفاة بتاعت عبد الرحمن، اصل شهادة الوفاة. هيجيب صورة من الرقم القومي بتاعت عبد الرحمن، وهيجيب كمان صورة من الرقم القومي بتاعه هو بتاع احمد. طيب اعلام الوراثة بيتعمل ازاي بقى؟ هنا عرفنا المحكمة المختصة، عرفنا المستندات. هيجيب ملف كرتون ويحط المستندات دي فيه،
ويجي يعمل طلب، يكتب طلب لرئيس محكمة الأسرة. السيد رئيس محكمة الأسرة مقدمه لسيادتكم أحمد عبد الرحمن، ومحله أو عنوانه كذا، تمام. والموضوع يكتب في الموضوع ان هو بتاريخ كذا توفى المرحوم عبد الرحمن، وانحصر ارثه الشرعي في زوجته اللي هي نادية وابنائه احمد وليلى. طبعا بيكتب هنا احمد بالغ او قاصر، طبعا لازم يبقى بالغ لان هو اللي هيقدم. ليلى بالغة او قاصرة. وهنا لازم يكون يا اما الاولاد بيبقوا بلغ كلهم، يا اما بيبقى في منهم قصر، والقاصر لازم بيبقى بوصاية، وغالبا بيبقى بوصاية الأم. ممكن نبقى نتكلم عن الوصاية بعد كده. بس والمطلوب بقى في الآخر أو لذلك في الآخر هنكتب يلتمس الطالب اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق وفاة ووراثة المرحوم عبد الرحمن. بس وبيمضي وبيكتب اسمه. يجي هنا بقى يحط الطلب ده في الملف، ويجيب حافظة مستندات يحط فيها شهادة الوفاة، أصل شهادة الوفاة، وصورة من الرقم القومي بتاعة المتوفي، ويحط كمان صورة من الرقم القومي بتاعه. بس وبيروح على المحكمة، بيخش على الموظف بيراجع الورق ويكتب له رسم، يروح يدفعه في الخزنة وبيرجع تاني. بعد ما بيرجع تاني هنا الموظف بياخد منه الورق بيراجعه تاني، وبعدين بيدخله على الكمبيوتر وبيحدد له جلسة. بالتاريخ بتاعها، وكمان في بالدايرة في المحكمة، يعني ممكن تكون دايرة 4 مثلا، أسرة المنتزه بتاريخ كذا. بس بيبقى فاضل بقى حاجة واحدة، إجراء واحد يعمله أحمد، يعمله اللي هو يعمل إعلان لوالدته ولأخته، لأن هم باقي الورثة، لازم باقي الورثة يتعلنوا. يعني هو واحد بس من الورثة اللي بيقدم الطلب، لكن بيعلن الباقي. او ممكن الاستعاضة عن الاعلان ان هم يجوا الجلسة في تاريخ الجلسة. بيعمل الاعلان ازاي؟ بيعمل اعلان فيه ديباجة الاعلان او نموذج، ممكن يشتريه جاهز من المحكمة. لو حد عايزني ان انا اساعده في الموضوع ده، او عايز نموذج او عايز الصيغة، ابعت لي على رسائل صفحة الفيسبوك وانا هقول لك ازاي تعمل. بيعمل الاعلان وبيكتب الاعلان، وبعد كده بيكتب فيه الجلسة، وبيعلنهم على العنوان اللي هم موجودين فيه. بس وبيختم الاعلان من المحكمه ويسلمه في المحضرين بتتولى الاعلان باقي الورثه. بيعلنوا باقي الورثه كده، خلاص بيرجع ياخد الاعلان من المحضرين، وكده يبقى جاهز ان هو يحضر الجلسه. بيروح طبعا يحضر الجلسه، هو لازم يحضر الجلسه ببطاقته. لو ما اعلنش باقي الورثه هيكونوا موجودين في الجلسه ويحضروا. ومطلوب هنا في الجلسه ان يكون في 2 شهود. 2 شهود هيشهدوا بايه؟ هيشهدوا ان عبد الرحمن ده توفى وترك زوجة اسمها نادية، وترك ولد وبنت أحمد وليلى. طب عنده أب عنده أم؟ لأ، ما عندوش. هيشهدوا إن هم دول الورثة. هو ده المطلوب من الشهود. خلاص كده أحمد قدم الإعلان اللي هو عمله في المحضرين، و جم 2 شهود وشهدوا إن الورثة هما نادية وأحمد وليلى، على زي ما هو مكتوب في الطلب بالظبط. هنا رئيس المحكمة بيحجز المادة للقرار. بنسميها بيحجزها للقرار في أسبوع. بعد أسبوع خلاص بيطلع هنا إعلام الوراثة، تبدأ تستلمه بعد ما بيطلع بيومين 3 4 أسبوع بالكتير. وتاخد الصور اللي انت عايزها، عايز صورة ماشي، عايز صورتين ماشي، عايز 3 صور ماشي، زي ما حضرتك عايز. هتدفع رسم وهتاخد النسخ اللي انت عايزها. كده خلاص انت خلصت اعلام الوراثه. لكن برضو عايز انبه لحاجه، حاجه مهمه جدا، وفي ناس بتعملها للاسف، ساعات بتبقى غلطه وساعات ناس بتبقى متعمده. بس عايز انبه لخطوره الموضوع ده، ان هنا اللي بيقدم الطلب لازم لازم يكتب الورثه كلهم. ما ينفعش ان انت تسيب حد. يعني لو احمد وليلى وليهم اخت كمان مثلا، وفي مشاكل وحبوا يطلعوها من اعلام الوراثه، فهنا احمد هيكون حط نفسه في جريمه تزوير. كمان الشهود اللي جم يشهدوا، لو شهدوا على ان الورثة فلان وفلان احمد وليلى ونادية بس، واغفلوا ان في حد تاني، فهنا برضو هيبقى شهادة زور. جريمة جريمة تزوير وجريمة شهادة زور عقوبتها بتوصل للحبس. فيا ريت نخلي بالنا جدا ما نقعش في الغلطات دي، ومحدش يعملها. يعني محدش يعملها عن تعمد ان هو يسقط وارث معين من اعلام الوراثة. دي جريمة تزوير.
بالنسبة للشهود هتبقى جريمة شهادة زور. الفيديو خلص النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو وشير عشان غيرك يستفيد، واعمل سبسكرايب للقناة، هتستفيد من الفيديوهات جدا اللي موجودة عليها، وكمان الجرس عشان يوصلك كل جديد.